الفيلم رقم 1 في قائمتنا هيكون فيلم برشامة من بطولة هشام ماجد وباسم سمرة وريهام عبد الغفور ومصطفى غريب. الفيلم بيتكلم عن طلاب في مدرسة عامة بيحاولوا الغش جوه لجنة الامتحان، واللي بيحصل حاجات مفاجأة بشكل كوميدي وصادم كونهم أصلا كبار في السن وبيحاولوا إنهم يعوضوا حياتهم اللي فاتت، وده بيخليهم يدخلوا في مفارقات كتير كوميدية، واللي شفناه كمان من خلال الإعلان كان مبشر جدا وواضح انه هيقدم لنا فيلم مميز. الفيلم من تأليف شيرين دياب ومن اخراج خالد دياب. الفيلم رقم 2 في قائمتنا هيكون فيلم فاميلي بيزنس من بطولة محمد سعد وغادة عادل وهايدي كرم. الفيلم بيقدم لنا قصة عيلة حرامية بتحاول انها تجمع فلوس كتير عن طريق النصب والسرقة بشكل ذكي، وده اللي بيخليهم يتحطوا في مواقف كتير كوميدية كونهم اصلا عيلة واخدين الموضوع بشكل بيزنس. والفكرة الحقيقة ذكية ومختلفة شوية عن اللي معتاد، واللي نتمنى ان يكون عودة قوية ومبشرة لمحمد سعد في الكوميديا عامة. الفيلم من تأليف ورشة كتابة 5 برودكشن ومن إخراج وائل إحسان. الفيلم رقم 3 في قائمتنا هيكون فيلم إيجيبست من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو. قصة الفيلم مستوحاة عن قصة حقيقية من تأسيس موقع القراصنة الشهير إيجيبست، وإزاي ابتدت الفكرة أصلا من مكان بسيط في حي المرج في القاهرة، لما 2 صحاب بيقرروا يتحدوا قوانين حقوق الملكية عن طريق انهم يحولوا شغفهم لمشروع قرصنة هيغير حياتهم تماما، وكمان قدر انه يبني لهم امبراطورية كبيرة وغير متوقعة، واللي هتتقدم لنا في اطار من الكوميديا والمغامرة. المسلسل من تأليف احمد حسني ومن اخراج مروان عبد المنعم. الفيلم رقم 4 في قائمتنا هيكون فيلم سفاح التجمع من بطولة احمد الفيشاوي وصابرين وانتصار. الفيلم بيحكي لنا عن كريم الشاب الوحيد اللي بيحاول انه يكتشف ذاته وبيعاني من صراعات أسرية كتير، وفي يوم بيبدأ يحب بنت جميلة وحياته تستقر شوية، ولكن قصة حبهم بتفشل وبتنتهي بإنها تتقتل. ومن هنا بتبدأ قصة قاتل متسلسل وصلت بيه الجرائم انه يقتل عدد كبير جدا من الضحايا البنات. الفيلم بيقدم تجربة صعبة جدا مشابهة شوية لمسلسل سفاح الجيزة، ولكن هنا بتتقدم بشكل مختلف ودرامي وأكشن أكتر عن اللي شفناه في المسلسل. الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالفيلم اللي قررت تدخله في العيد، وشاركنا برأيك بأفضل آخر فيلم دخلته في السينما. وقبل نهاية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.